بالنسبة لكم مستوى الدوري العراقي طيب شلون تشوفوه؟ برجع بقول لك نحن المستوى الفني جيد، اكيد جيد. جيد. طالما انت عم توجد حاله الاحتراف، طالما اكيد حيطلع عندك، يمكن بده شويه وقت ويمكن بدك مع الوقت تتطور اكثر، طبيعي جدا. كنسبة في دوري نجوم العراق لدينا مثلا 10 مدربين محترفين و10 مدربين وطنيين، هذه النسبة شلون تشوف؟ هلا انا بالنسبه لي هيدي نسبه جيده، كونه موجود 10 مدربين عراقيين، يعني اكيد يمكن الجمهور العراقي بيطمح اكثر يكون عنده مدربين عراقيين، بس يمكن هون في شغله بتصير، هي دائما الاستقالات او المدرب يترك النادي كل بعد شهر او شهرين. كمان المدربين الاجانب وجودهم مهم جدا للدوري، لانه اكيد في عنده فكر جديد حيجي يقدمه ويطور فيه اللاعبين ويقدر يفيد النادي. محترفين دورينا هسه خلينا نحكي عن محترفين الزوراء، مستواهم شلون تشوفه؟ مثل بعض ذكرت هلا قدامك انه هم كلهم لاعبين منتخب. منتخب الاردن نحن تاهل على كاس المونديال. نعم. مهدي حميدان انا الي فتره بحضره كوني كنت لاعب بالبحرين فبضلني تابع، كمان لاعب جيد. زين. كلارنس وطوميو، كلارنس اجى مؤخر شوي بس رجعت شفته ما شاء الله عليه، فبعتقد الاجانب لازم يكونوا على قد، يعني النادي بحط اهدافه وطموحه طيب وبيجيب لاعبين. احنا تقريبا عبر نصف ساعه من وقت الحلقه، سالتك عن افضل لاعبين الزوراء اللي حضرتك دخلت معايشه اليوم.